السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبين قناة ماما. النهاردة إن شاء الله جاية لكم بفيديو جديد يا رب يعجب. بس قبل ما نتكلم ونقول أي حاجة أو نخش في الفيديو هنصلي على النبي. انتوا تستاهلوا كل خير وتستاهلوا أي تعب أنا بتعبه عشان خاطركم، وأجيب لكم وأقدم لكم حاجات جميلة، وأجيب لكم يعني حاجات من حاجات المصرية الجميلة جدا جدا، وحاجات لها تاريخ. اللي أنا جايبها لكم النهاردة إحنا كنا نسمع عنه كلنا إن في حاجة اسمها جنيه الجملي. في الجنيه الجملي، بس معقول فيه منه حاجه اسمها ربع جنيه؟ اقول لك في حاجه اسمها ربع جنيه الجملي. انا كنت مش مصدقه ان في ربع جنيه الجملي، قعدت وثق كتير قوي ولفات كتير جدا جدا عشان اجيب الربع جنيه ده، وربع جنيه ده بيساوي مبلغ كبير جدا جدا. انا ما سمعت الرقم انا ما صدقتش، بس لما دورت وشفته وجبته الربع جنيه ده يا جماعه بيساوي 50 جنيه. ما تيجي اوريكم الربع جنيه اللي يساوي 50,000 جنيه ده، ما تيجي نشوف يساوي ولا ما يساويش ولا كلامه بس. يلا تعالوا نجي مع بعض كده ونشوف مكتوب عليها ايه ونشوف دنيته ايه. ادي الربع جنيه يا جماعه الجملي. انا زيكم مش كنت مصدقه ان في ربع جنيه جملي، بس لما جبته صدقت. ده بقى يا جماعه الربع جنيه قدامكم اهو. ما اللي يعرف يقرا الكلام اللي مكتوب عليها ده ماشي يكتب لي في التعليقات. انا هقرا لكم التواريخ بس. مكتوب عليه من فوق ايه؟ تاريخ سنه 1898، والتاريخ الثاني 1944، ومكتوب من تحت ايه؟ البنك الاهلي المصري. ده بقى الربع جنيه اللي ب 50,000 جنيه. بس بصراحه يا جماعه هو يستاهل، والراي ليكم برضو في الاول والاخر، راي ليكم. من سنه كام؟ 1944، يعني عدى عليه. وادي الجمل فيها يا جماعه، انا صومت لكم عليها وقولوا رايكم. تيجي بقى اوريكم الظهر بتاعه واحده واحده معايا كده يا جماعه وقولوا رايكم. الظهر بتاعه مكتوب يا جماعه، الرسمه بتاعته جميله ازاي. شفت في النص كده مكتوب 25 قرش، وفي الجنب كده مكتوب 25 ساخ، في النص مكتوب البنك الاهلي المصري. شفت الرسم بتاعته ده، التصميم بتاعه ده بالنسبه للربع جنيه ده. كده كبرته لكم. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو كده، هقول لكم معلومه ان شاء الله كويسه يا رب تعجب. المعلومه اتعلمناها زمان من اجدادنا. انا نويت ان شاء الله بشيء الرحمن اي معلومه جديده او اي حاجه ان شاء الله هقولها. زمان ناس كبيره كانت بتقول لو واحد تايه في جبل او رايح مشوار وتايه فيه او مش عاوز يوصل ليه، كان يقول ايه؟ يا بنتي برش. لو انت في مكان رايح جرب، الحياه تجارب. ربنا يا رب ما حد يتوهها ابدا، وطبعا كلها بنسمي الله قبل اي حاجه. بس دي معلومه خليها معاك، ممكن تنفعك في يوم من الايام، تنفع اي حد فينا كبير او صغير. لما تحس ان انت نفسك تايه او رايح مشوار وتايه عنه، قول يا بنتي برش. سبحان الله بيقول لك انت بتشوف المكان بتاعك على الطريق. يا رب كل قدمه لكم يعجبكم، اشتراكاتكم يا جماعه ولايكاتكم، ويا رب كل قدمه لكم يعجبكم ان شاء الله. محبين قناه ماما، يا رب كل اللي يشترك عندي ويعمل لايك او يدوس اشتراك اللهم فك كربه وسدد دينه، اللهم صب عليه المال الحلال صبا كالماء المنهمر، اللهم اصلح له ايامه يا ارحم الراحمين، وعوض عليه عوض الصابرين.